نعم. الله الرحمن الرحيم. فضائل القرآن الكريم. نوري نعم. فضيلة القرآن. صنف بعض العلماء في فضائل القرآن الكريم شيكرنا هنك عالمات حق فضيلة القرآن ده، فمنهم من اعتمد الأحاديث الصحيحة هنك اعتماد أخطاء يصير حديث الصحيح كالإمام النووي في كتابه رياض الصالحين مثلا. الإمام النووي في رياض الصالحين وقت بس فضيلة القرآن يتك حديث صحيح بيجي. مم. ومن من ذكر كل ما ورد بما في ذلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة هنك جي ذكرت كتشقاء كاتبة حق فضيلة القرآن ده تبري حديث ضعيف وموضوعش. مم. وحجتهم دليلهم في ذلك الزيادة ترغيب الناس بالتلاوة بمراج بقى مش إنسان قرآن بقينا تشقى نراسته. نعم. يعني قال بتشي صغلم تيراكو إنسان بيمر بعم بعين القرآن هنا فطلع بتشي نراست بتشوق بدراوش ما تشوقه. وقد أخرج الحاكم في المدخل بسند إلى أبي عمار المروزي إخراج كده رواية كده حاكم مدخل أخذها مدخل كتاب حكمه سند أخوه حتى جسد أبو عمار المروزي أنه قيل لي بعصمة الجامع بعصمة بلقبوش جامعة جير هاتي قوتن من أين لك عن إكرام عن ابن عباس فضائل القرآن سورة تنبيه شكري آنية جي إكرامة دو رواية كده أو جي إكرامة جي ابن عباس حقي فضل القرآن سورة حقي وانا حسد رواية تبياش كيل رواية إيه. مم. وليس عند أصحاب إكرامة هذا أفراوية إكرامة برن تنين نفتع بيبي وكاس نابي جوانا إذا في إثبات كلام دروي مثلا تدن بكاشوا حديث شفقة شيء حديث ولا شفقة قلت نفاي أوقاس طلبة كلامه هنا في تشي نابجة وتدبيجي يتكلم سورجي إجا مجبور دو تقو. فقال مثلا جو إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن. دي إنسان بلغ القرآن فقران واشتغلوا بفقه أبي حنيفة مشغول بنا بفقه أبو حنيفة ومغازي ابن إسحاق سيرة ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة من فان حسداني حسبة يا ذا الطوي يعني شبو خدي شبو خدي شبو بيخ بري إنسان بدون أوي يعني بدرا واكر شبو بري إنسان تشويق أوي تشويق القرآنك طب دراسنا. وروى ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء كتاب ابن حبان هي حديث شيء مشهور مم. رواية عن ابن مهدوي ابن مهدوي قال قلت ابن مهدوي قلت لميسر ابن عبد ربه وياه مم. بمن بيشتري راكو قرأ عبد ربي من أين جئت بهذه الأحاديث؟ طوفان حتى شكرا من قرأ كذا فله كذا إفران آية يبقين نجر أو خير إفران آية حديث يبقين أو خير. قال وضعتها من فانا تشيكرية أراقب الناس فيها تشويق إنسان القرآن ذاك يعني مم. طبعا حتى تشويق إنسانات كم سال القرآن. ومن الصحيح فضائل القرآن طب إيه الصحيح جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ساعة الرسول يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن بخير قرآن القيامة شفاعة كيس صحابي حوالي يقرأ فيقرأ يعني إيه خير. فحتى صحيح يعني شبه فيها تاني إنسان يعني كأنه معظم يأخذ القرآن. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه شو هاتي صحة صحيح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ساك رسول الله يوم القيامة بالقرآن وأهله روتين آنين رجع قيامة القرآن وأهل القرآن يعني ونميداني الذين كانوا يعملون به في الدنيا طب وانك عمل بيت كلن الدنيا أهل القرآن الناس هذا جفان دفاري وتهنينه يكو عمل جي بيت كلن تقدمه سورة البقرة وآل عمران جد كذا بيشيا أوي بيشيا قرآني سورة بقرة وآل عمران حاجان عن صحابي وانا جا مجادلة وقتك مثلا يكو نمي دابون وخندبه ونحن نحرج جهنمي بلش بوي tartışmıştı benim cehennemi Rab melaike tara tabi melaike şey yapıyor. Yani مخصوص من شفاعة الشهداء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه اسماء قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قد جواء القرآن بعلم وبعلمين أو هين بذن وخرقين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن القرآن يتقنه وهو ماهر به وخشيت خينه يعني زانه مع السفرة الكرام البررة وبان ملائكتي تجد من سفرة جوارا وترتين سفرة قنجن بررنا نوري. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه القرآن يتخينه وتيا تقرم يشبه بزور يتخينه وهو عليه شاق رانجرا جرانه له أجران جوارا يتخيل هذا مم. ونوقع يأوله يأول ده أو غان نكو يا أو ترى يا ذات بيش يا وداية
وش خطات بمعصية يعني دايرة وش خمسة بياجي تخيلي يعني بيوجي نبيج أو إجمرا زورة تياز أحمد يدبين خيرك وتخينيش خيرك. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثله من القرآن قال مثل ترجع ترنج قال ترنج قلت بيجن يعني وقال ليمون تشبشني وري برتقال وانا نوري ريحها طيب وطعمها طيب هو واجد خشة بنا واجد خشة وطعمها واجد خشة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن القرآن ناخينا مؤمنة يبغى هي أما القرآن ناخينا كمثل التمرة وكا خرمية لا ريح لها بنا يتنا عمل يتنا وطعمه حلو أما طعمه اعتقاده هي شهدين طعمه. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل المنافق القرآن يقرأ مثل ريحانة وقت الشكر ريحان ريحها طيب بنا يخشى وطعمها مر أما طعمه تعال. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن جاء كمثل حنظلة وكحنظلة يعني أبو جهل قال فوز بيجن يا من شممك شممك ما من شممك ليس لها ريح بنا يتنا وطعمها مر وطعمها ويجي تعال. شممك بيت أو يعني بيبين هذا شممك بيبين لا إنك هنا هو مثلا بنا وخشة يعني تعلم بنا وخشة نوانا وأنا إذا إن كان بتشوف إن بنا وانا نتعمونه يعني أو صارت أو تعال. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوت إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضعت على ذي كتاب هيك قوموا بلندك ويضع به آخرين يشبهون تليوان كيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قلت لا حسد إلا في اثنتين يعني حسد بيانا حسد بياد بين خبطه حسد أوك مر بخاسة أو هراي أو ربي على من نعمتي ضايح ضالت مرة ومخازة جايب السنة أو حسده جا فيها قلت يا حسد شو يمكن بزم شيء ده قلت يا حسد تمام. إذا تشتغل رجل آتاه الله القرآن إسلام يكون قضيت على القرآن ضايكي فهو يقوم آناء الليل والنهار إجا أوجي الشاب برو قرآني أوتك يعني في راد درودني يعني بشفرات بي تهجدات برود خينة نوري. ورجل أعطاه الله مالا أو إسلامك وخد على مال ذاك فينفق آناء الليل وآناء النهار إجا إنفاق كوشي مال أخوي بشبه برو قد فيادا يعني غير مرغفتي فيش فانابك نبتاج فانابك يعني إمجي هبونا مجواب كنا. وعن البراء رضي الله عنه برات قال قلت كان رجل يقرأ سورة الكهف إسلامك كهف تقد وعنده فرس مربوط دور حسبك يهبو جريداي بو حسبي بو ديمكي بشاطنين بدب أوا جريداي بو شاطن حبل بدب وريسة فغشته سحابة أو بسردهات أوكي أوركي فجعلت تدنو جعلوا يزيكتبوا وجعل فرسه ينفر منها فجهز بش ترسيج بالعوري رضيا. فلما أصبح وقت بوسبع أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد برص فذكر له ذلك كيف يدرب بجركو فقال تلك السكينة تنزلت القرآن في سكونة إشتاء أو كجبر القرآن هاتية القرآن فتكاف خواندي أو سكينة زور الدمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة إيه حرف كتاب خطاب خينا أو خير كجرة هي والحسنة بعشر أمثالها خير جي بده بنزل خويا نوري. لا أقول ألف لام ميم حرف نعم ألف لام ميم تفسرها بحرف كيه ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يعني تفضل بألف لام ميم بلا سي خير تاني. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوف شيء من القرآن إيه كنت هندري بدا تشكيش القرآن تنبه يعني قلبي بدا كالبيت الخريب وكمالا خرابه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله كري عمرو كري عاص هاتي رواية كرن يجي الرسول صلى الله عليه وسلم رواية كرن رسول قوتيه يقال لصاحب القرآن اقرأ وقيامته شوي قرآن را تيقول بخينه وارتقي جور كبه ورتل خشيك بخينه كما كنت ترتل في الدنيا وقت الدنيا تقين فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ منزلة جيته الجم صنع آياتك تبخين يعني تبذ إيته يكاجي بشكل حركتك بشكل ماشية وتيحت الساعة صحيح ويقين أدني الحث على تلاوته تشويق سرق القرآن يستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته طيب مستحب من القرآن بخينه. قال تعالى مثنيا على من كان ذلك دأبه يا رب العالمين قلت يا سنايتك يعني مدحتك سيكون فيها إشي بيبه لبيجي يتون آيات الله آناء الليل شفت خير والنهار نوري.
وأخرج مسلم عن ابن عمر قلت لا حدث إلا في اثنتين أنا بخنديا رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار حسبتني إلى تشتغل يكجوان أو زلام قضيت على القرآن دايكي أو جبرو بشف تخينه ورجل أعطاه الله مالا مال دايكي فينفقه آناء الليل وآناء النهار أو جبرو بشف ده. وعن ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله وأنا بنخن فلو بحسنة خير كثير ولا حسنة بعشر أمثالها وأنا تكرار يعني. وعن ابي سعيد الخدري يقول رب سبحانه وتعالى قلت يا رسول القضاة بيجاء من شغله حتى قدسيه وسمى نغايته من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ألو عليك السلام عبد الله. Şükürler olsun. Vallahi ders okuyoruz söyle eğer acele bir şey söyleyeceksin. Vedat bana kızacaksın ama şimdi benim geçen sene zekatımı verdim. Sene, bu sene vermedim. Arsaları satamamıştım. Para yoktu. Zekatımı ödeyemedim. 7. ayda geçen sene verdiğim. Ha. Şimdi ben arsayı sattım. Zekatımı vereceğim. Şimdi başka yerden de yeni bir gelir geldi. Onu da toplayıp hesaplayacağım mı zekatımı vereceğim yoksa o yeni gelen parayı Sene geçtikten sonra mı yani sene dolduktan sonra mı geldi senenin daha dolmadan önce mi geldi? Yok bu dahil değildir. yani ben geçen sene 7. aydan da verdim zekatımı. Şimdi kaç Şimdi, aydayız? şimdi 1. aya Ha, girdik. yani sen zakatı geç bırakmışsın. İşte param yoktu. Seni arsaya bağlamıştım satamadım. Yok Geri bu sattım. tamam bu ona bağlı değildir. Sen o geçen sene senin doğduğu zaman elinde ne varsa ve gelen ne varsa onu ödeyeceksin. Bu diğer kısmı gelecek seneye bırakacaksın. Tamam. Allah selamet versin. Desteğiz. Neyse. Tamam, Allah selamet versin. تمام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثال وعن أبي سعيد الخدري يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن kim ki Kur'an onu meşgul etse. Ben fakirem Türkiye'de Türkiye haberi de. Rabbi aleyhi hatta kutsiye. Fadat bece men şagala Kur'anu ek Kur'anu meşgul bike ve zikri o zikir kirina min an meseleti kuşçişi min bukhaze. Yani dubeze duat min deva zikri me eskri. Dubeze duat min deva Kur'an tkhinim. بيرا نوجد عابك يعني ذكر وش قرآني بيرا نوجد عابك يعني بتخفى كذا بروج أعطيته أفضل ما أعطي ساري أزدبكي شيتري تشيكو أزدم سالا يعني ما دام كي أول شيء أوام مشغول كه أجد دمي وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه فضل كلامه خدا سر كلام دين وكفضل خدا لسر مخلوقاتي بيه ويا كلامه خدايا في كلامه مخلوقاته فضل خدا تقصر مخلوقاته أو خالق مخلوق كلام مش أوقي فهمت كيف؟ Evet. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان في إنساني قلت اقرأوا القرآن قرآن بخير فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رؤى قيامته شخوية أخرى شفعتك وعن أم المؤمنين عائشة جاء من حضرت عائشة رضي الله عنها البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء أهل السماء الملائكة يتبينن ما لك قرآن تتخذن ويتبينن كما تتراءى النجوم لأهل الأرض شواستيركا أم دبينن أهل الأرض شواستيركا دبينن çünkü şevk dedi o şey. Şواستير شوق تد أو مالك قرآن تتخذن أو جاء ملائكة في فرق كن وقاستيركا شوق دبينن وعن أنس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن جي خذ أو بكن روني بكن بنور بكن بالميشي وبقراءة القرآن بقاسي جرمر zaman مال أخذ تمامي أودا لجدي تمام جرمر أوكي قرآن بخينه أو جد دب محافظة أورا الشيطان الجنة بركة القرآن ترى وعن نعمان بن بشير قلت أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن أفضل عبادة أمتي من قراءة القرآن تمام وعن سمرة بن جندب كل إيه. يحب السلام ما يجب يعني. كل مؤدب يوم في يوم أول كوتيم ليه ميزة كم ضامي ليه ميزة كم ده البلاد طبطاوي مؤدب يعني كل مؤدب ظاهري أول كم يوري معنا كتير ليه ميزة كي يعني هر إيكو زيافته زيافة يجب يحب أن تؤتى مأدبته مأدبته هر حالة تج مأدبته تخازك مأدبته يعني أو سفراوي خلق هذا يحب يعني فهمت Evet. كيف ومأدبة الله تعالى القرآن
أو سفرا خداجي قرآن فلا تهجروه أو ناكل هرت ناكل فلا تهجروه يعني هذا ورقت يلي مزاك لا أتركي فبالي هذا ويا مؤدبه يعني مؤدب يعني ziyafet vermek isteyen. Şimdi Medübe yazık eser, burada Medübe. Yani Medübe zaten yazık eser. Na Medübetullah. mü'dib kulu pişe kulu. Kulu Temsil. mü'dibin yani ev Hmm. evet de ev sıfır ev ziyafet eti de. Hmm. تخوازك او جيز مع دبيجة او صفراوية صفرا زعفتي Evet. تمام هل حال دورت لي مزاك التركي من مزاكية ورتي بلا. وعن عبيدة المكي هاتي رواية يا أهل القرآن قلت يا أهل القرآن لا تفسدوا القرآن القرآن لكن وكب على الفرش القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار يعني وبخير حق الشب برو وأفشوه بلابكن وتدبروا ما فيه سيبتدى مش في لعلكم تفلحون جيبوكم خلاص ها ويزام لا تفسدوا القرآن لكن وكب على فضانين نوري يعني إهمال لكن بيلن Böylesin. Gerçi başlık Biz bilir misin? Anladınız mı? tamam. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.